فإن فوق اللحظات الجميلة تؤدي إلى الرستاق. في مهرجان الرستاق العربي الكوميدي في نسخته الثانية، وما ذلك إلا إيمانا وإصرارا من فرقة الرستاق المسرحية لتضع ولائل الرستاق والسلطنة كبقعة مضيئة. أولا نهنئ الرستاق المسرحية على هذا التنظيم الرائع لمهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي في نسخته الثانية. العرض كان جميل جدا وانا عجبني، وتحيه لفرقه تواصل ما قصروا. جميل العرض، جميل، مباراه مو طبيعيه، ايقاع سريع، يعني ولا لحظه مللنا. كل أدى دوره بإتقان، حتى الموسيقى أيضا اللي رفقوا الموسيقى ما قصروا. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوة المنظمين في فرقة الرستاق المسرحية والجهود التي بذلوها. في الحقيقة سعيد جدا بالحضور، وحضرت في الحقيقة الحفل الافتتاحي اللي كان أنا بعتبر أنه هو كان جميل ومعبر للغاية وثري وغني، واحنا سعداء بجد لان في تبادل ثقافات. بالنسبه للمسرحيه المصريه اليوم اللي هي كانت شقه للبيع، اعتقد انها مسرحيه اسعدت الجمهور المصري والعماني. أقدم شكري لمحبتي الجزيله جدا لهذه الفرقه التي لا تألو جهدا في تقديم كل محبه للضيوف ومن اجل نجاح هذا المهرجان. هذا المهرجان مهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي أوجد لنفسه مكانة مناسبة في سلسلة المهرجانات العربية التي تقام في مختلف الدول الشقيقة. ما يميز هذا المهرجان أنه مهرجان كوميدي، وبدون الكوميديا ما يستمتع الجمهور. أتوقع المهرجان الأول في السلطنة. كلمة شكر قليلة في حق مهرجان الرستاق الكوميدي الثاني. أجواء خيالية، التنظيم رائع، جمهور راقي. مع هذا الرجيم ومع هذه الفوضى نحن لا نخاف، فنحن جميعا ننتظر الموت. حقيقة إقامة مهرجان مختص بالمسرح الكوميدي في سلطنة عمان
يعتبر إضافة ودعم للنشاط الثقافي في السلطنة وللمهتمين بشكل عام. هذه الخطوات من شأنها أن تؤسس لمسرح يخطو نحو عالم أجمل، ويجعل من المسرح جزء من حاجتنا اليومية. أول مرة أكون حاضر فيها في ورشة فن الممثل أو البانتوميم تحديدا. يسأل عن ايش يا ضرب التيزر؟ اكو عرض في الطيارة حصلنا يا شيخ أربعة، ده الشبل من ذاك السنور يا شيخ. فأتوجه بالشكر لفرقة الرستاق المسرحية على هذه الدعوة الكريمة، واشكرهم حقيقة على هذا التنظيم الرائع لهذا المهرجان الثقافي المسرحي الكوميديا الثاني الذي يشكل رافدا حضاريا للثقافة والحراك الثقافي في سلطنة عمان. طبعا أنا يعني في قمة السعادة أن أنا بحضر هذا المهرجان، ومن الواضح أن لابد من فكرة المهرجانات أنها تزاد ويكثر عددها في سلطنة عمان. كون المهرجان أنه يستمر هذا هو يعني الفرحة الكبيرة على مستوى الساحة الفنية في السلطنة. المرء يبدو ما بدا في مقلتيه، العقل يلتقط الحكاية ما يقول الضوء للإنسان. تبسمك في وجه أخيك صدقة. جائزة الرستاق لأفضل عرض مسرحي متكامل ترشح لها 6 مسرحيات، فاز بها مسرحية نقمة. البداية حبيت اني اشكر اوجه كلمة شكر قليلة في حق فرقة الرستاق اللي اضافت مهرجان الكوميدي الثاني
يعني سوينا المستحيل عشان نكون فيه، وقدمنا وسوينا وتعبنا على اساس نشارك فيه، وهذا تشريف وشرف كبير لنا، وان شاء الله نكون في المحافل القادمه ان شاء الله المهرجانات القادمه لمهرجان الرستاق الكوميدي. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا ويسرنا بان نغتال هذه الجائزه، والحمد لله رب العالمين. ايه لا تخبصونا يا اخي، ايه باين حالكم. وأشكركم للمتابعة الحلوة وباي.